سلام سلام صحباتي، ان شاء الله تكونوا لاباس وتكونوا بخير يا رب. جمعة مباركة عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. جيتكم بحلوة جافة سهلة مهلة وفي متناول الجميع، ومكوناتها يكونوا في كل دار باش توجدوها لقهوة العصر ان شاء الله. هذه الكاطو بنت زمان، هذوما الكاطوات، هذا هو تاع الحليب وقهوة، ماشي هذاك الكاطو تاع البريستيج. هاوليك هنايا راكم تشوفوا فيها قدامكم مع كاس تاع قهوه. الله واش نقول لكم، والريحه تاعها ثاني لو كان راكم معايا وتشموها كي تعود طيب ريحه التشينه هذيك والحاله. وان شاء الله ربي يقدركم. على بالي دراري راهم مع الاختبارات، نبداو في طريقه التحضير. ما فيهاش بزاف مقادير، فيها 2 حبات تاع البيض، كاس سكر تاع لاتاي، كاس اتاي تاع الزيت، الفارينة، وفيها واحدة تشينة وواحدة خميرة مليك وسكر غلاس. هذا واش فيه الكاطو هذا. وهذيك الحبه تاع التشينه نستعملوا الزيت تاعها ونزيدو نعصروها ونديروها في الخليط تاعنا. عندنا في الغيسيبيون نحطو 2 حبات تاع البيض، الملح، ونجيبو الفوي تاعنا ونبداو نطلعو في هذاك البيض. بعد ما هذاك البيض نواسوه بالفوي مليح، نبداو نضيفوه في السكر بالتدريج، يعني ماشي. ومن بعد هكا كيما رانا نضيفوه السكر بالتدريج ونحركوه بالفوي مع التحريك المستمر بالفوي باش يذوب لنا هذاك السكر. يعني نخلطو شويه ماشي حاجه، ما راهوش راح يتعبنا ولا. هاوليك. ومن بعد نجيبو الكاس تاع لاتاي تاع الزيت ونبداو نضيفو فيه بالتدريج تاني الزيت. يعني هذاك الكاساتي تقدروا تقسموه على 3 دفعات ولا 4. هنايا رانا نكملو في هذاك الزيت اللي بقى. هاوليك نخلطو مليح. يعني كملت انا الكميه تاع الزيت ونخلطوه مليح باش يتجانس الخليط. ومن بعد انا كنت هذيك الحبه تاع تشينا، ومن بعد انا هذيك الحبه تاع تشينا كنت نحيت لها رابيتها ودرنا القشور تاعها هنايا في الخليط، وعصرت الحبه هذيك وزدت ضفتها للخليط. واحد الريحه تخرج من هذاك الكاطو لو كان راكم معايا تشمو ما شاء الله. يعني واللي ما عندوش تشينا يقدر يعوضها بالقارص، من بالقارص تجي هايله الله يبارك. هنايا كملنا خلطناهم ومن بعد نروحو نجيبو الفارينة. الفارينة ونزيدو عليها كيس تاع خميرة كيميائية. لا فارين ما تديش بزاف، ما درت لكمش هنا بالمقياس، المهم تجيكم طريه. شوفوا كيفاش يجي اللون تاعها متشينه من هذاك التشينه، ويجوا فيها القشور تاع التشينه، يعني ما شاء الله. هنا راكم تشوفوا درت لي بولات عيني ميزاني، ما وزنتهمش بالميزان. ومن بعد هذوك لي بولات نزيدو نجوزوهم في السكر غلاس. هاي لك هنا انا جوزتهم في السكر غلاس، نرمدوهم في السكر غلاس ونحطوهم في البلا باش يطيبوا. سهله مهله يعني، ولا غير في وقفه ديروهم قبل ما طيبي القهوه والحليب توجديهم وتشربوا بهم القهوه تاع العصر تاع نهار الجمعه اليوم. 2 حبات بيض وانتيا درتي لهم قاطو الله. هاي ليك حطيتهم في السنيوه اللي تدخل للفور، درت بابي كويسون ودرتهم يطيبوا. يطيبوا من التحت ومن بعد زيدوا تشعلوا لهم.
وديروهم طيبوا من التحت وزيدوا تشعلوا لهم من الفوق غير شويه باش يحمروا ويجيكم قاطو الله يبارك. وهنا راكم تشوفوا هاوليك القاطو تاعنا بذوق التشينا وبصحتكم. وما بقى لي غير نقول لكم مع السلامة وتهلاو في رواحتكم إلى فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.